السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي وحشتوني جدا 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 يا حبايبي. يا رب كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسلامة، انتوا وكل أسركم وولادكم وكل حبايبكم يا رب. والله انا معلش، انا من قبل رمضان بيوم وانا تعبانة، بس الحمد لله يعني بسم الله ما شاء الله. كان اول يوم رمضان ده التعب زاد جدا عليا، بس الحمد لله رب العالمين. ببركة دعوات كل حبايبي اللي كانوا بيدعوا لي، الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني شفاني والحمد لله على كل حال. النهارده يا حبايبي بقى ايه، انا حبيت اعمل طاجن كده بسيط قوي 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 وهوريكم. طبعا انتوا هتبقوا معايا وهنشوف الطاجن ده هيتعمل ازاي. دول 3 حبايات بطاطس، قطعتهم مكعبات صغننه جدا وعملت لهم صدمه كده في الزيت، مش حمرتهم لا، صدمه صغيره كده في الزيت تمام. ورحت مطلعاهم رشيت عليهم كمون وحبه ملح صغيرين جدا. ماشي يا حبايبي. وطبعا قطعت هنا طماطمايه كده ترانشات صغيره جدا. ماشي. وده الطاجن بقى اللي هنعمل فيه طاجن كباب حله بالبطاطس. طبعا بما ان احنا عارفين طبعا الغلاء الفاحش اللي احنا فيه، فاي حاجه عندك يعني لو ربع كيلو لحمه جبتيه وقطعتي عليه بصلتين كبار كده وشوحتي البصل نص تشويحه، وبعد كده قطعتي اللحمه مكعبات صغننه وبعد كده ترميه عليها، وطبعا فلفل الاسمر وواحده حبهان او 2 ورق اللورا وبس، وما تحطيش ملح خالص لان الملح بيجمد اللحمه وبينشفها بيخليها ما تستويش وبتاخد سوا كتير جدا. ماشي يا حبايبي. فطبعا هنعمل ايه بقى دلوقتي، انا هي اللحمه على البوتاجاز خلاص فاضل لها حاجه صغيره وهتستوي، وبعد كده هنبقى مع بعض هوريكم احنا هنعمل ايه. مبدئيا كده انا فردت كام ترانش طماطم في الطاجن تمام، وباقي الطماطم اهو، ودي البطاطس يا حبايبي. هنعمل ايه، هنحط معلقتين او 3 من اللحمه اللي هي الكباب الحله دي طبعا بالصوص بتاعها، هنحطهم في الطاجن من تحت كده على الترانشات الطماطم، وبعد كده هننزل بنص الطبق اللي انتوا شايفينه البطاطس ده عليها، وبعد كده هندي وش كمان لحمه، وبعد كده هنحط باقي البطاطس. بعد كده طبعا هنرص الترانشات الطماطم دي فوق الوش. اللي عايز يحط فلفل يحط، اللي مش عايز براحته، دي حريه شخصيه طبعا. ماشي يا حبيباتي. وان شاء الله يبقى طاجن جميل جدا، وعلى فكره هو بسيط قوي قوي وطعمه لذيذ جدا. ممكن تعملي سندوتشات على الفطار تمام كده، ممكن تعملي جنبه مكرونه محمره بالطماطمايه كده بفصين توم بحته بصله صغيره بمكعب مرق الدجاج، كيس صلصه، مش لازم تحطي طماطم لا، كيس صلصه كده، مكعب مرق الدجاج، حته بصلايه صغنططه جدا وفصين توم وتشوحيهم وتحطيهم على المكرونه وهي بتتحمر، وبعد كده تديها الميه بتاعتك والملح بقى والفلفل الاسمر والكمون براحتك يعني، وهتظبطيها. ممكن تاكلي معاهم الطاجن ده جميل جدا. مش عايزه يبقى تعملي سندوتشات وهيبقى زي الفل، وهتشبعوا جدا على فكره وطعمه حكايه. تمام يا حبايبي. هروح اشوف اللحمه وارجع لكم بقى عشان نعمل الطاجن. دي يا حبايب قلبي اللحمه طبعا بعد ما استوت في الصوص بتاعها زي ما انتم شايفين كده، حطي بقى منها معلقتين في الطاجن تمام كده، وهرجع لكم تاني يا حبايبي. كده حطيت معلقتين من اللحمه تمام بالصوص بتاعهم، وبعد كده نزلت بشويه من البطاطس، طبق البطاطس هحط طبعا النص التاني بتاع اللحمه، وبعد كده هنزل بالبطاطس، وبعد كده الترنشات الطماطم فوق الوش يا حبايبي. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الطاجن كده خلص اهو. ماشي. هندخله بقى الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن انا هبقى اوريه لكم. ده يا حبايبي كان امبارح عندي مكرونه بشاميل، طبعا كان باقي منها يعني خرطتين، وكام صباع محشي برضو كان عندي من امبارح. فقلت طبعا مفيش حاجه بتترمي في الزمن اللي احنا فيه دون، وبعدين حرام يعني في الزمن ده، في الزمن اللي جاي في اللي بعده مفيش حاجه بتترمي في الايام الحلوه اللي احنا فيها دي، وبعدين حرام دي نعمه يعني، فلما نلمها يقوم ربنا يكرمنا ان شاء الله ويرزقنا باذن الله. فقلت بقى احطهم في صينيه فرن بوتاجاز، سخنتهم وطلعوا ما شاء الله، يعني المحشي طالع مقرمش جميل جدا، والمكرونه طالعه سخنه وجميله. ماشي يا حبيباتي. وبرده هضيفها مع احطها جنب الطاجن وسلطه والحاجات اللي احنا ايه اللي انا هعملها النهارده. بس اهم حاجه عندي النهارده اللي هو ان انا كنت اوريكم الطاجن، طبعا لما يطلع من الفرن انا هوريكم شكله عامل ازاي. طبعا العصير بتاع الفطار ده طبعا مفيش مفر يعني. عملت برتقان، عصير برتقان فريش تمام يا حبايبي. البرتقان اللي هو البلدي ده جميل جدا يا جماعه، وبسم الله ما شاء الله يعني كله فيتامين عالي طبعا، فيتامين سي. ماشي. البرتقان الفريش احسن بكتير قوي قوي
من الاكياس اللي هي طبعا بتبقى بتاعت بره دي، ما بتبقاش كويسه وعليها مواد حافظه وحاجات كده مش تمام يعني. ماشي يا حبيباتي. ده يا حبايبي البرتقال، برتقال جميل جدا طبعا، فيتامين سي عالي طبعا وحاجه كويسه طبعا لصحتنا، بما اننا يعني في تقلبات في الجو، شويه سخن شويه بارد، فربنا يسترها علينا وعليكم يا رب كلكم يا حبيبتي. كده يا حبايب قلبي خلصت الطاجن. شوفوا شكله عامل ازاي، شايفين شكله ده لسه النار لسه طالع من الفرن. بص عامل ازاي، جميل ازاي. ده الطاجن البطاطس المكعبات باللحمه اللي هي كباب حله. طبعا انا قلت لكم وكلكم طبعا عارفين كل حاجه بتتعمل ازاي وشاطرين يعني كلكم ما شاء الله يعني. ده يا حبيبي الطاجن جميل جدا ونفسه وريحته تحفه. عملت طبعا قطعت طبق سلطه كده بس ترانشات يعني. ماشي يا حبايبي، يا رب بقى يعجبكم الطاجن بتاعنا النهارده، العصير والاكل الخفيف بتاع النهارده كده. واي حاجه عندك في التلاجة، طبعا احنا رمضان وكل يوم اكل مش عارفه ايه فبنزهق. اي حاجه عندك في التلاجة، لا فاصوليا لوبيا بطاطس بسله، اي بواقي اكل هتروحي حطاهم في صينيه وتدخليهم فرن البوتاجاز وكانك عامله تورلي بالظبط. وتلمي كل الحاجات دي النعمه بتاعت ربنا دي، تلميها وتحطيها وبكده يا حبايبي اكون خلصت فيديو النهارده. واشوفكم على خير وكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واللي مشتركش في القناه يتفضل ينورني ويشرفني ويشترك في القناه، ومتنسوش اللايك يا حبايب قلبي. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.